يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي. وصلى الله على وصيك أمير المؤمنين علي. وصلى الله على فاطمة وعلى الحسن والحسين والأئمة الميامين الهادين المهديين. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بكتك السماء يا رسول بارئا. بكتك السماء يا رسول بارئا. وأحد عليك العرش حدادي. فعليك منا السلام يا أبا فاطمة. يا شافع الأمة ويا نيل المرادي. سيدي بعدك الزهراء كم تعذبت وأمسى الكون في عينها سوادي. سيهجمون عليها بنار وعصرة ويقتلون محسنها الأعادي. سيدي وهي خلف الباب تنادي وتستتر بعصرتها لأحبابها. يا تنادي بويا من هسه وحس دنياي ظلمة. من هسه وحيس دنياي يا ماي ظلمة. أبوي شلون حدر القاعظم. هني على اللي يوقع على دمعه وتنظر الزهراء إلى دموعه وتسجل أسمى في سجل الباكين والمعزين. هنا يرى التوفيق يا أبوي. يا الله من هسه وحيس دنيا ماي ظلمة. أبوي شلون حدر القاعظم. بويا لا تغمض العين ارجاك كل من عفت نراي ذويا. ابوي من طبل البيت والقاياك يا ابوي. قالت بس هاي ما كانت ببالي يروح وياه كل عز وذلال يا ابوي. اطبل البيت اشوف البيت خايل خيالي. اخ ترى غالي الابو يا ناس. والله الابو غالي 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 غالي
غالي الأبو يا ناس غالي، غالي الأبو ماكو بغلاته، ومن يقعد بنص ولده شحلاته. الله آخ ويا من يقعد بنص ولده شحلاته. ترى فرق الأبو بالقلب علا، هي علا علا يا فرق الأبو يا أبويا. نواسي فاطمة أبو رحيل أبوها رسول الله يا أبويا. ترى فرق الأبو بالقلب علا، أو فرق الأبو محفظ حمله. بعد قالت أنا من اشتاق ليا ولقل. ترى فرق الأبو والله مصيبة، ولو راح الأبو والله شجيب. أبويا يا أبويا يا أبويا. قالت لو حمل وشال يا ناس الأبو، لو حمل وشال والله شو يسوي الأبو، لو حمل وشال يكسر للقلب وفراقه شتال. يا كلمة أبونا هل من بعد تنقال، الدنيا بلا أبو يا ناس مو حلوة، أو حتى اليسودون نحسب ما يسوى. قالت جانا الليل شي عوض حنانا، وبعد يا أهل يسدنا بمكان. الله بعد يا أهل يسدنا بمكانه. أريد أبكي على أبوي الفارق أنا لا يا أبوي. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا محمد وآله على أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، من السائرين على نهج محمد وآل محمد، من الثابتين على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وممن ينالون شفاعة محمد وآل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عظم الله لنا ولكم الأجر، وأحسن الله لكم العزاء والمواساة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن تسجل أسماءنا في سجل المعزين برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. وأسأله بفضله ومنه وكرمه وعطائه أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعة بحق محمد وآل محمد. واقعا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن مثل هكذا شخصية يحتاج إلى دقة وتأمل. فما من الممكن أن تمر مثل هكذا مناسبة مرور الكرام. علينا أن نستثمر هذه المناسبة ونرتشف من رحيق رسول الله صلى الله عليه وآله، وننتهل من نهر عطائه، حتى يكون لنا قدوة في أفعالنا، في تعاملنا، في سلوكنا مع الناس والمجتمع. ويصبح أو تصبح هذه القاعدة واقعا ممن ينالها ذو الحظ، وهي ولنا برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. فما من الممكن أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في القول فقط، يجب أن يقترن القول بالفعل. من بعد هذه المقدمة أبدأ الحديث. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، يا أيها الناس.
قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما ورد من المفسرون ومصادر الحديث عند الشيعة وعلماء وفقهاء الشيعة إن المقصود من قوله تعالى هو للقضاء على الفوارق التي كانت في زمن التعصبية والجاهلية في المجتمع المكي وفي المدينة المنورة، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث في مجتمع بشع وجشع. هذا المجتمع كان القوي يأخذ الضعيف، ومجتمع يعبد النار والأصنام والحجارة، والنساء كسلعة تباع وتشترى، وحتى من تلد له بنت. ومع الأسف الشديد هذا النفس كان قد سرى ما بعد الجاهلية، كانوا يبدون الإناث. إذا واحد تصير عنده بنت تشوفها تدفن وهي على قيد الحياة، وهذا حتى سرى في الأزمنة ما بعد الجاهلية. أتخطى الرواية يدخل رجل وهذا من المقربين من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وإذا به حزين وكئيب. الإمام الصادق قال له: يا هذا ما خطبك، شو عندك، أشو وضعيتك مو تمام؟ قال: يا ابن رسول الله لقد ولدت زوجتي بنت، صارت عند بنية. قال له: وما الضير، شنو الضرر بذلك؟ فإن ثقلها على الأرض ورزقها على الله. هذا النفس الجاهلي موجود حتى ما بعد الجاهلية. فهنا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله جاءت للقضاء على هذا النفس وهذه النظريات، إنه لا فرق بين الأسود والأبيض، ولا فرق بين الغني والفقير، ولا فرق بين العربي والأعجمي، إن باعتبار جعلناكم شعوب وقبائل. هنا المراد من هذا الكلام الشعوب والقبائل ليست للاستعلاء أو التعالي والتفاخر، بل للتعارف والتنظيم الاجتماعي. بعدين الخلاصة وين؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كثير من الناس اليوم ينظر إلى بعضهم للبعض الآخر من خلال 3 نظريات. مرة ينظر إلى ما يملكه من المال، إذا كان غني مثلا يعيروا له الاهتمام، إذا كان مثلا ذو سلطة وجاه ونفوذ يعيروا له الاهتمام. المورد الثالث إذا كان من عائلة معروفة، ولكن إذا كان إنسان بسيط وفقير مو ذاك الاهتمام، مع أنه المعيار الحقيقي حدد الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والإضافة إلى ذلك قوله تعالى في نص قرآني آخر وآية قرآنية: ولقد كرمنا بني آدم. كثير من الناس ينظر بهذا المنظور المحدد، ولكن المعيار الحقيقي عند الإسلام مختلف. فهنا لما رسول الله صلى الله عليه وآله بعث إلى هذا المجتمع غير هذه العقول المتحجرة بأمرين، اللي هي التواضع والأخلاق. رسالة وضعها جانبا وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق هي الصفات الجيدة، الصفات الحميدة اللي كان يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح؟ منها الصدق والأمانة والتواضع والزهد والعبادة والسخاء والكرم والعطاء والشجاعة والقوة والإرادة والإصرار والإثبات والعزيمة. ويحتاج إلى وقت طويل واقعا أن تذكر كل هذه المفردات التي تميز بها وتميزت بها هذه الشخصية العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فتميز بالأخلاق والتواضع، وكان ما ورد في الأثر يجلس في المجلس دون المجلس. من يجي إلى فرد مكان، وين ما يجي يلقى فرد مكان يقعد. أرجوك يجي رجل إعرابي قاصدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في حاجة، فلما يدخل إلى المسجد مرة مرتين 3
شلون هسه هذه القعدة المباركة ويجي فهد رجل غريب ما نعرفه، يمكن هم راح نسأل هذا السؤال، ما يكلمنا، يجي يفتر بهالمكان ويرجع ما يكلمنا، هم نقول له شو عندك خير تفضل. فهذا الرجل الأعرابي يدخل 3 مرات إلى المسجد وما يتكلم. قالوا ما خطبك يا أخ العرب، شو عندك تفضل، هل لك حاجة نقضيها؟ قال لهم أنا قاصد إلى رسول الله. قالوا هذا رسول الله. فاتصور أنه يجلس على عرش وخدم وحشم، لا كان يتميز بالزهد والتواضع. يرجع من غزوة من الغزوات يأمر مع مجموعة من أصحابه، يأمر بذبح شاة كبش. فقام واحد من أصحابه قال يا رسول الله أنا علي ذبحها، أني أذبحها. واحد آخر قال يا رسول الله وأنا علي جزرها، أنا أتولى قصابتها. واحد آخر قال يا رسول الله وأنا علي طهيها، أنا أطبخها. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال وأنا علي بجمع الحطب، دع عنك هذا يا رسول الله. فماذا أجاب؟ ما مضمون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال إن الله لا يحب أن يتفضل أحد على قومه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله قمة في الأخلاق والتواضع. الخلاصة إنه ماذا نتعلم من هذه الشخصية العظيمة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الشخصية عرفت بسمو الذات، ولم تعرف بالحقد والكراهية والعداء، لا أبدا. وعندما ابتدأت الدعوة الإسلامية قتل وقدم قرابين من أصحاب المقربين إليه، وفي المعارك قدم قرابين من مثلوا بأجسادهم أشد مثله. في بداية الدعوة من قتل من أصحابه وأصبح قربان ياسر الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه، زوجته سمية. وما بعد المعارك لما ابتدأت المعارك من مثلوا بأجسادهم أشد مثله اللي هو عم الحمزة بن عبد المطلب، لما هند مزقت أحشاء وجعلت من كبده قلادة على جيدها. كل هذه الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله وتهجير أصحابه وعمومته وأهل بيته وعشيرته، ونال ما نال من الأذى حتى قال ما أوذي نبي كما أوذيت. وفرضوا عليه الحصار ل3 سنوات. المجتمع المكي فرض على النبي صلى الله عليه وآله الحصار إلى 3 سنوات، حتى باعتبار حصل ما حصل من الجوع والعطش للنبي صلى الله عليه وآله ومن كان يلتحق مع. محل الشاهد أن أختزل هذا الموضوع بهذه اللوحة، وهو عندما انتهت الحروب وحدثت ما حدثت من الأحداث وتغيرت بعض المواقف، مر المجتمع المكي ومن كان يسكن في المدينة المنورة بالجوع والقحط، حتى وصل الموضوع إلى الجدب اللي هو أشد أنواع القحط، يعني يبست الأرض وشحت الأمطار وماكو مياه. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مع العلم كانوا ما يظنون أنه يحسن لهم بهذا الإحسان. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالتمور والحنطة والشعير، وأرسل مع أحد أصحابه حتى امتنع من أعطاهم رسول الله. قالوا لهم تودوا هذا الأمور إلى الشعب موجود هناك في مكة وكذلك في المدينة المنورة. ورسول الله ما من الممكن أن يحصى له أمر، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طاعة رسول الله طاعة عمياء وواجبة، حتى بعثه مع أحد أصحابه وفرقت على عوائل قريش. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أصبح مصداقا لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الشخصية العظيمة. هنا السؤال كيف لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله؟ اليوم احنا إذا نقول نقتدي برسول الله ولنا برسول الله أسوة حسنة، يجب أن يقترن القول بالفعل.
إذا صفة واحدة نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله لوجدنا المجتمع والناس تعيش بسلام. وهذه الصفة هي العفو، المسامحة. والعفو اسم من أسماء الله وصفة من صفات النبي صلى الله عليه وآله. والعفو اللي هو مقابلة الإساءة بالحسنة. قصة كثير ما نسمعها، هذا جار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، جار الرجل اليهودي، كان رسول الله كل يوم يذهب إلى المسجد، فلما يعرف هذا الرجل اليهودي الوقت اللي يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل أن يصعد إلى سطح الدار أجلكم الله وحاشا لرسول الله، يروي النفايات على النبي صلى الله عليه وآله. يقول فترة هالشكل هو على هذه الحالة. فمرت أيام، اليوم الأول الثاني الثالث، هذا الرجل اليهودي ماكو، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين فلان؟ قالوا يا رسول الله إنه مريض. يمكن هسه لو أني أنت نقول حلو يا هذه حوبتي أني شورت بي، لكن لاحظ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال إذن وجبت علي زيارته. في الرواية يأخذ شيء من الفاكهة ويذهب إلى بيت هذا الرجل اليهودي، يطرق الباب، من على الباب؟ يقولوا له رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وآله. يقوم من فراشه ويقع على قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله، يقبلهما وهو يقول إن الله يعلم أين يضع رسالته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله انتشل من الضلالة إلى الهدى. لاحظ، لأنه واجب رسول الله رسالة إنسانية. فهنا ينبغي علينا أن نأخذ الكثير ونتعلم الكثير من هذه الشخصية العظيمة. نتعلم من رسول الله التواضع، الزهد، العبادة، التضحية، الإثارة والإيثار، والقوة والشجاعة والإصرار والعزيمة، كل شيء نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك بعد ما شاءت الأقدار على النبي صلى الله عليه وآله صار يوصل وصايا الأخيرة. والله أكو بعض الروايات إنه دس له السم عن طريق اليهودية، أعطته كبش وسرى السم في بدنه أيام وارتحل إلى الرفيق الأعلى. أنا أود أن أعرج على الرثاء بعد الختام بهذه اللوحة. النبي صلى الله عليه وآله يوصي آخر وصية اللي هي إني تارك فيكم الثقلين. قبل هذه الوصية إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها ومن تخلف عنها غرق وهوى، إلى أن آخر وصية اللي هي وصية الثقلين أو الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. وبالفعل كتاب الله وعترة أهل البيت ما من الممكن أن يفترقا. وشوف هذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم كتاب صامت بين الدكتين أو الدفتين، وهذا الكتاب فيه سور وآيات تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تأويل. من الذي يأولها ويفسرها؟ الراسخون في العلم اللي هم محمد وآل محمد. لذلك ما ورد يا علي أنت القرآن الناطق، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد أن يدخل المدينة من وين يدخلها؟ من بابها، من علي وآل علي. أقول له سيدي يا رسول الله، إن كانت هذه آخر الوصايا كان يعلم أن الأمة ستخالف تلك المسيرة وتنكر هذه الوصايا، ولم يكتفوا بذلك بل هجموا على أقدس بيت وأطهر بيت، دار علي وفاطمة. هذا الدار أو البيت الذي كان يقف رسول الله في بابه ويقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة،
ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل. أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فيأتي النداء: أبأ البيت بيتك وأنا ابنتك. يدخل رسول الله يقبل فاطمة، يجلسها إلى جنب. أقول: سيدي، ليتك تنظر يوم ما هجموا على دار علي وفاطمة. واحد من اللي يدعون أصحاب يقول له: أنا أسمع صوت فاطمة خلف الباب. يقول له: وإن حتى يضرب الباب برجله. نعم، فاطمة أول من التحقت بأبيها رسول الله. إجوا اللي يدعون أصحاب، إجوا اللي يدعون أصحاب: يا علي، إن الزهراء أذتنا ببكائها، أما أنها تبكي على أبيها في الليل وتزور قبره في النهار، وأما أنها تبكي في النهار وتزور قبره في الليل. بعد خوف أمير المؤمنين مقيد بوصية. في الرواية بنى لها بيت عبارة عن كوخ صغير، سمي ذلك البيت ببيت الأحزان. كانت كل يوم تأتي إلى زيارة قبر أبيها، تبكي وتأخذ قبضات من قبره الشريف تدنوها إلى فمها، في رواية إلى عينيها، وهي تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوائل يا أبا صبت علي مصائب لو أنها يا صبت على الأيام صرنا ليالي يا قومك يا ابويا ما رعون ومن البكي عليك منعون يا ابويا برا المدينة طلعون كسروا خاطري وبكوا عيوني ولا بويا من غبت نكرة وصيتك وما راعوا شخصك بهالبيتك يا ابويا كون حاضر تمني لما صارت على داري لما صارت وهجموا على الدار وقاموا يحرقون الباب بالنهار لذت بيها وكسر ضلعي البسمار أو ضلع عياب منه ونبع دم باب من الجذوع وثجيلة وزين بالله اسمعني ولا هو تعلقاع ترجنا رجين طبقة تعلم والحزن طبق الجف. هذا الموقف يا اللي تشوفه زينب ها يما يا يما يا يما يا حبيبه يا يما. بعد ما ارتحل أباها رسول الله فترة وجيزة وارتحلت بعد أباها ما أعرف شنو اللي وداني على مصيبة فاطمة. أوصت أمير المؤمنين: يا علي إذا أنا فارقت الحياة تعهد قبري في قراءة القرآن. بعد ما ارتحلت فاطمة كل ليلة أمير المؤمنين يجي يقرأ القرآن عند قبرها. ليلة من الليالي من التعب من العناء غفى قليلا أمير المؤمنين، وإذا بالمنام تقول له فاطمة: يا علي عد إلى الدار ارجع إلى البيت، أنت وصيتيني يا فاطمة. قالت: إن زينب استيقظت من منامها ولم تجدني في مكاني. يما كنت نايمة ومن نوم فزيت وقمت بعبات وتخطيت. يما خلايف عينيك موحش البيت يا يما. يجي الحسن الحسين يسمعون زينب تبكيها يقعدون يما خيتهم: يما بالليل فزينا وذكرناك وجهنا لمكانك ما لقينا
اشتاقينا مرحومة هالعبرات، اشتاقينا يا يما نقعد وياك، ترى وحش دايرنا ظليت بلياك. الله بعد زينب ها يما ظل البيت خالي يم الأولاد، وبعد ما ظن وقتنا وياك ينعاد. شيعودها يما شيعودها ويانا تقعد، يا ذيك الليالي ما ظن تريد يمرد، ترى فرق يا مال دب القلب يمرد. الله يوم من الأيام أمير المؤمنين يدخل إلى الدار، يشوف فاطمة واضعة رأسها بين ركبتيها. الله هذا الموقف اتجدد مع أمير المؤمنين عندما دخل إلى داره بعد ما ارتحلت فاطمة، أيضا رأى زينب واضعة رأسها بين ركبتيها وتبكي. ليش تبكين بنيتي؟ قالت أبا يا علي كلما أنظر إلى باب الدار أذكر أمي لما عصرت بين الحائط والباب. شنو اللي تردين بنيتي؟ قالت بيش حلفنك يا ابو ترايا، بريد انك يا ابويا تبدل الباب، هذا الباب بيظل عمي عاياب، وظلت عليله وفد ما خطر. إذا الباب يهيج بيك الآلام والمواقف أبدله، بعد شنو اللي تردينه يا بنيتي؟ قالت هذا هواي صعب هذا الطلب. قول بنيتي. قالت علي ابويا علي ابويا، هاي الدار كون نشيل عنها لأنه من الحنين رحلت منه. أنا اشتاقت لما أرد أشوف أنا يا يما يا يم، يا باب الدار قلبه والميت ومدرع ضايع عدل والميت. أنا نسيت فراش أم بدي يا يما والميت، وام بالقبر بعدايات علي. الله بعد زينب تنظر إلى الدار موحشة وخالية. قالت راحات راحات يا دار أهلي بعد ما بيش، يا دار أهلي بعد ما بيك راحات، وانا اصفق بدا يا حي يا يم يا يم راحات. هاي الحكاية هواي صعبة. يما وين ايامنا وياك يا يما، وين ايامنا الحلوات راحات، وهاي دارنا وحشة وخليل. اي والله يا دارنا وحشة وخلية. هذا الموقف تجدد في واقعة كربلاء عندما نادى زينب تعالي يا ام حسن يا ام تعالي تعالي وشوف كربلاء سوت بحالي، بس اجساد اخوتي ظل تقبالي. لما نظرت إلى أخيها الحسين وأرادوا أن يجولون بالخيل على صدره، عاد هنا هبت زينب، طلعت هي وخواتها، طلعن خواتها وبناتها وشافن الخيل الساحقات. ما ظل ضليع ما ظل ضلع ما دايساته لا يا ابويا. عاد زينب توصل لأخيها الحسين تشوفه مثخن بالجراح. قالت خويا انغشى على زينب ووقعت زينب يم جسد الحسين. قالت طحت وانغشى علي وصابني الويل، خويا وين انطل وجه لا جلجل. ايش صاير يا زينب؟ قالت ما تقبل رقية تنام بالليل،
بس تنام تتراوالها الخيل شلون تدوس بصدور المجاتي. أيوا حسينا خويا طحيت خامخ عمينا على ابن أمه يا عيون. طحت وانغش علي وصابني الويل، وين انطل وجه لو جلجل الليل. ما تقبل رقية تنام بالليل، بس تنام تتراوالها الخيال شلون تدوس بصدور المجاتي. قالت صارت للزلم والخيل عيس يا الأخلوبي. جيا تعال الحق على سكينة ورقية اجان الليل ومجلبات بي. تقعد يم أخي هالحسين، أنا بإلحاح من خدام الحسين أنا أقرأ هذه الأبيات وما أريد أزيد الجراح، شهد الله. تقعد يم أخي هالحسين شو تقول له؟ تقول له حسين يا ابن أمه ويا منواي، خويا حسين يا ابن أمه ويا منواي، إذا تحصل وجيبا شربة الماي، وإذا أقعد وتجيلك بيمناي تقدر ترد للحرم وياي. ماكو جواب من الحسين. قالت أنا ظل انقطع وانقطع رجواي، والمن بعد يا حسين شكواي. الله خويا حسين لو بيد الأمر كان بنيت على قبرك بيت الأحزان. خويا من عادة اليوقع بالاكوان تجيه اخوته وتنسف الجيمان، ويقولون له سائلم يا ريسان صوابك سهل يا عالي الشان. والله يسجون ما ينشان عطشان وشحتذر منك مالي لسان، فزعنا لك من الخير نسوان. اختم بهذه الابيات يا الله. قالت وين الذي سجب ذلوله وبالليل يطلع شوله شوله، يوصلها لربات الرجوله. انا عندي حكي لازم يقول ابنكم حسين تلاحقوله، ترى لعبت عليه الخيل جول. وين القبين اهل العزايم اللي يركب على ظهور النعايم، انطيه الاخوان علايم بمنهم بيض الصوارم وبروسهم خضر العمايم. يوصلها ليما الهاشم قد التحية يفوت سالم، يصرخ ودمع العين ساكم. شردين منا يا زينب. قال يا مايات يصرخ ودمع العين ساكم، هضايم يا هل زينب هضايم، حسين على حر الرمل نايم.